تلقى عبد الرزاق حمد الله صدمة من مركز التحكيم الرياضي السعودي بتثبيت العقوبات الموقعة عليه بخصوص انتقاله لنادي الاتحاد قادما من النصر. وسبق أن حكمت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في السعودية بإيقاف المهاجم المغربي لمدة 4 أشهر في 2 أغسطس الماضي، وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال سعودي بسبب الشكوى المقدمة من ناديه السابق النصر في قضية التسجيلات. وأعلن نادي الاتحاد في شتنبر الماضي عن تعليق عقوبة إيقاف حمد الله بعد تلقيه موافقة على هذا الأمر من مركز التحكيم الرياضي. ولكن صحيفة الرياضية السعودية قالت في تقرير لها اليوم الجمعة إن مركز التحكيم الرياضي السعودي أيد إيقاف حمد الله وتغريمه، بالإضافة للعقوبة الموقعة على نادي الاتحاد بمنعه من التسجيل لفترة واحدة، وتثبيت العقوبات الرياضية والمالية الصادرة ضد حمد البلوي المدير التنفيذي ومشعل السيد مدير الفريق. وجاءت عقوبة البلوي بالإيقاف لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى إيقاف مشعل السعيد لمدة 3 أشهر وحرمان فريقه مع الاتحاد من التسجيل وفرض غرامة مالية قدره 500 ألف ريال. ويتواجد حمد الله حاليا مع المنتخب المغربي في قطر الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم. مشاعل تي في.